زي ما انا عارف ان هي علشان زي ما بيقولوا ان هم بيضغطوا على اداره الجامعه علشان الطالبه اللي هي توفت نتيجه حادث سياره. نعم. طبعا بالنسبه للحادث ده كل الاجراءات القانونيه يا فندم اتخذت. تمام. والدكتوره اللي ارتكبت الحادث اعترفت وانعرضت على النيابه والسياره انعرضت على المرور وكل الاجراءات القانونيه اتخذت فيها. ففوجئنا ان بعد كده ان هم منعوا الموظفين من الخروج من المبنى. فطبعا في طلبه في كليه تجاره ليها ناس قرايبهم اللي ليه والدته اللي ليه والده في داخل المبنى الاداري. فرايحين يتفاهموا مع الناس ديت ايه سبب وقفتكم يا جماعه، خلوا الناس تنزل، خلوا الناس تطلع. فحصل اشتباك بينهم وبين بعض. طبعا تم ضبط 21. للاسف ان فيهم ناس دبلوم صنايع، فيهم ناس وخارج المنصوره، هو 2 بس من المنصوره. يعني مش طلبه في الجامعه دولت؟ لا يا فندم. يعني مين بالظبط اللي تم القبض عليهم؟ هل ينتموا لحركات سياسيه يا سياده اللواء؟ ايوه يا فندم. ايوه. وقالوا ان احنا جايين في اتوبيسات من القاهره علشان نتظاهر داخل الجامعه. في دبلوم صناعه يا فندم، في دبلومات اخرى، في واحد صاحب مكتبه، في واحد طالب لسه في ثانويه عامه جاي برضه في ناس متخرجه. والجميع من خارج جامعه المنصوره اغلبهم ساعات. فحصل اشتباك بين الطلبه وبين. طب لما سالتوهم قالوا لكم ايه يا سياده اللواء؟ يعني ايه المبرر لوجودهم هنا؟ قالوا احنا جايين نجيب حق المرحومه جهاد. طبعا يعني الحق طبعا المحضر اللي عملوه النيابه بتتولاه ومفيش اي تقصير او اي حاجه يعني من اي جهه. طيب ايه الاتهامات اللي موجهه ليهم بعد تم القبض عليهم؟ طبعا هم تشابكوا مع الطلبه وفي اصابات، وفي طلبه قدمت شكاوي والمحضر انعمل وانعرض على النيابه، والنيابه اللي بتتولى التحقيق. نعم. والوضع الان شكله ايه يا سياده اللواء؟ لا هادي جدا جدا من امبارح الحمد لله يعني، والخدمات الامنيه موجوده وان شاء الله باذن الله ان شاء الله ما فيش حاجه دي. شكرا جزيلا سياده اللواء سامي الميهي مدير امن الدقهليه. النهارده تظاهر المئات من عمال شركات القطاع العام بالغزل والنسيج امام وزاره الاستثمار واعلنوا الاعتصام